السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طب النهارده بقى نعمل كده، النهارده الجمعة واجازة، فقلت بقى ما ادلعهم النهارده، اعمل لهم فتة كوارع بقى واعمل لهم ممبار. بقى لهم زمان قوي بيطلبوها مني وانا بصراحة كنت مكسلة، بس النهارده بقى قلت يلا ما بديهاش. جبت بقى الكوارع بتاعتي كده وخليت الراجل قطعها لي زي ما انتم شايفين كده، وغسلتها ونضفتها وخليتها زي الفل. والممبار كمان غسلته ونضفته وخليته هو كمان زي الفل. بصوا قشطة كده، وقطعته بالحجم ده كده زي ما انتوا شايفين. يلا بينا بقى نسمي الله ونصلي على رسول الله، ونبتدي بقى نشوف هنعمل ايه. قطعي بقى الممبار الحجم اللي يعجبك. تمام كده، يلا بينا. هنقول بقى بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة هنولع على الكوارع بتاعتنا. حطيت كده حلة فيها مية، اول كده ما نملت وبدأت كده هتخش في الغليان، نزلت بقى عليها بالكوارع بتاعتنا القشطة دي زي ما انتوا شايفين. بصوا ما شاء الله، اللهم بارك. اهم حاجة في الاكلة دي النظافة. حطيت بقى كده، احط معاها لومي وورق لورا وحبهان وقرنفل وفلفل اسود. يعني كل التوابل بتاعتي كده حب. هنزل كمان معاها ببصل وطماطم، دول اللي انا كنت مفرزاهم في الفريزر من تفريزات رمضان، وجزرايه كمان. هغطي بقى عليها كده وهسيبها مع نفسها، يعني بس مش هغطي قوي، هسيب الغطاء مكشوف شويه. تعالوا بقى نعمل ايه الخلطه بتاعه المحشي. بصوا انا قطعت هنا بصل وطماطم، وعندي تسبيكه محشي اللي انا كنت برضو مفرزاها معاكم. عفوا. بحب بقى اقطع في الممبار كده طماطم وبصل مكعبات، وقرن فلفل اهو زي ما انتوا شايفين بقى كده. هحط بقى ملح وفلفل اسود، نديها بقى البهارات بتاعتها. خلاص هنبتدي بقى نحشي الممبار. اقلب بس الخلطة كده كويس عشان لو في صلصة كده تحت في الطبق اهو. بصوا زي ما انتوا شايفين كده. تمام كده. خلاص هنبتدي بقى نحشي الممبار بتاعنا مصفيينه ونضيفه زي الفل. بصوا انا بحشي بالطريقه دي، احشي بقى بالطريقه اللي تعجبك، بس انا بالنسبه لي الطريقه دي مريحه جدا اهو. ما بنملاش طبعا الممبار قوي عشان خاطر هو لما بيخش الميه بيكش. واعمل معاكم كمان واحده، بفتحه كده بصباعيني الاتنين زي ما انتوا شايفين كده، وبزق بس الرز كده بسرعه، ما بياخدش معايا ثواني. في اقل من 10 دقايق بكون حشوة. بصي يعني لو قدامك 5 6 كيلو ممبار هتحشيهم بسرعة. نفس الطريقة دي كده. الحجم بقى زي ما انت عايزة، ما بيتملاش للاخر عشان خاطر هو بيكش. تمام. خلصت بقى كده الممبار اهو زي ما انتوا شايفين. بصوا يعني يعتبر 3/4 الحشو. جبت بقى حلة حطيتها على النار. طبعا الكوارع بتاعتنا شغالة اهي زي ما هي. حطيت برضو نفس اللي انا حطيته في شوربة الكوارع بحطه للممبار اهو. هنزل بقى كده بصوا انا بغطس الممبار كده الاول عشان يقفش. بصوا بغطس الممبار كده الاول يقفش، وبعد كده بنزل بيه كله بقى كده، ما ينزلش معاكي رز خالص في المية. تمام كده. هنحط بقى الممبار بتاعنا كله في الحلة ونسيبه بقى يتسلق. يعني بياخد حوالي كده نص ساعة او 45 دقيقة على حسب حجم الممبار عندك، ما بياخدش اكتر من كده. احط بقى الكمية بتاعتي كلها في الحلة، واحنا حاطين بقى ايه ملح وتوابل في قلب المية بتاعة الممبار. هنا بقى الكوارع بتاعتنا زي ما انتوا شايفين. بصوا على نار هادية جدا، انا حطاها كده على نار هادية جدا بالتكتك كده مع نفسها. عايزة اقول لكم والله العظيم ما خدتش يعني تقريبا ساعة كانت الكوارع مستوية. حط بقى الملح بتاعنا، رشة كده من الفلفل الاسود. احنا طبعا حاطين البهارات بتاعتنا حبة، بس بزود بس كده ايه في الاخر شوية كده من الفلفل الاسود وشوية بهارات. بصوا الشوربة بقى رايقة وجميلة ازاي، ما شاء الله اللهم بارك. بألف هنا وشفا. كده كانت خلاص الكوارع بتاعتنا يعني تعتبر خلاص استوت. هطفي بقى عليها النار وهسيبها كده مكمورة شوية، هتكمل سواها. والممبار كمان استوى وبقى زي الفل. بصوا بقى الحجم ما شاء الله،
قطعي بقى الحجم اللي يعجبك. انا ما بحبش بصراحه صباع الممبار يبقى كبير قوي، في ناس بتحب الممبار يعني الصبع يبقى كبير، لا انا بحب الصبع كده يبقى صغير على قد المسكه. عملت كمان شويه رز للفته، وادي الممبار بتاعنا اهو بنحمره في الطاسه. مملاش الطاسه قوي عشان خاطر اعرف اقلبه. كمان حمصت كده شويه عيش عشان خاطر الفته. وكده خلاص خلصنا. الكوارع بتاعتنا كمان بصوا زي ما انتوا شايفين لسه بتتكتك كده مع نفسها اهي. انا كده طفي عليها النار. عفوا. نعمل بقى الفتة. حط كده طاسة فيها معلقة سمنة، وحطيت كمان معلقة من الثوم. هنشوح بقى الثوم بتاعنا ده كده لحد لما ريحته تطلع، ويبتدي كده ياخد لون خفيف. مش عايزاه يحمر قوي عشان ما يمررش الفتة بتاعتنا، ياخد بس كده لون ذهبي خفيف. هنطشه بقى بالخل. الفتة دي بقى فتة اسكندراني. احنا في اسكندرية مش بنحط صلصة للفتة بتاعتنا غير الفتة المصراوي. كل بلد طبعا وليها طريقة اكلها. طبعا الفتة المصراوي برضو بتبقى حلوة وكل حاجة، بس احنا بصراحة مش بنحبها بالصلصة قوي. تمام. انا كده بحمر الثوم. النار كده هادية تحت الطاسة عشان خاطر الثوم ما يتحرقش مني ويتحروق كده من الجناب. اول ما هيبتدي كده ياخد لون خفيف هنزل بقى عليه بالخل. هنطفي الثوم دوت بالخل، وشمي بقى احلى روايح. خلاص كده بدأ ياخد لون معايا اهو، بدأ يصفر. انا طبعا موطيه النار عشان خاطر ما يتحرقش من الجناب. هنزل بقى كده خلاص هطفي عليه بالخل. حط بقى كده حوالي ربع فنجان او فنجان صغير كده من الخل. وبعد كده هنزل عليه بشوية الشوربة، بس اسيب الخل كده يغلي مع التوم شوية. زي ما انتوا شايفين بصوا الريحة بقى هنا، مش عايزة اقول لكم ما شاء الله اللهم بارك. هنطفي بقى الكلام ده كله بالشوربة بتاعة الكوارع. بصوا الشوربة رايقة ازاي ما شاء الله، بألف هنا وشفا. خلاص كده تمام. هسيبها بس تغلي شوية على ما نغرف الاكل. تمام كده بقى احنا هنا غرفنا الممبار اهو خلاص. كنت حمرته وطلعته، وادي الرز حطيته كده، طبقة العيش تحت وطبقة رز كده فوق. هننزل بقى كده عليها بالشوربة اللي احنا عملناها اللي هي طشة الفتة. احنا طبعا ما بنحبش العيش يبقى بايش قوي. لو انتي بقى بتحبي العيش يبقى طري قوي ممكن تديله كده معلقة شوربة قبل ما تحطي عليه الرز. بس طبعا سخونية الرز مع الشوربة بتخلي العيش يبقى زي فيه قرشة كده بسيطة، بيبقى طعمها حلو غير لما يبقى العيش من تحت كده معجن. بنطفي بقى كده الكلام ده كله اهو. رش بقى كده في كل الطبق، كل حتة في الطبق كده تتشبع بالخل والثوم مع الشوربة الجميلة بتاعتنا دي، وبألف هنا وشفا. ودي الكوارع بتاعتنا كمان اهي طلعناها. قطعتها بقى كده على وش الفتة عشان يبان بقى ان الطبق ده طبق فتة كوارع. ودي الشوربة اهي بصوا الشوربة ما شاء الله اللهم بارك، بألف هنا وشفا. شايفين شكلها عامل ازاي. ودي بقية الكوارع كده حطيتها هنا في الطبق ما شاء الله بألف هنا وشفا. جربوها يا رب تعجبكم، ولو عجبتكم ما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على علامة الكل عشان يوصلكوا اشعار بكل جديد.